اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى نعمل مع بعض حبيب الملايين، برنس الأكلات الشعبية. يلا نعمل الكشري المصري. مين في الدنيا دي كلها ما بيحبش الكشري المصري؟ ده أحلى أكلة شعبية تفتح النفس. هنعمله بطريقة هنتحدى بيها المحلات، هيبقى أحلى طبعا عشان من إيدك. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا مروة. أتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا نبدأ مع بعض، وهقولك على كل تركة فيه وكل حاجة تطلعه معاكي جميل ومظبوط وأحلى من بره كمان. هنبدأه مع بعض بالبصل. ليه هنبدأه مع بعض بالبصل؟ علشان خاطر الزيت بتاع البصل هو اللي هنعمل بيه كل حاجة في الكشري، ودي أول ترك هنعمله بالزيت اللي كان معمول بالبصل. أيوه، هنعمل بالزيت اللي كان معمول بالبصل عشان يطلع معاكي أحلى كشري مصري هتاكليه. تمام. هنقطع البصل مع بعض شرايح رفيعة جدا. هتعملي الكمية المناسبة، الكمية اللي تناسبك. انا مش بعمل كتير عشان الولاد عندي مش بيحبوه، انا وجوزي بس اللي بناكله البصل، فبعمل كمية صغيرة. تمام. هحط عليه معلقة ملح، هنزل عليه بحوالي معلقتين او 3 دقيق. دقيق بس، ايوه دقيق بس. طب ونشا؟ لا، اعمليه بدقيق بس واتفرجي على جماله والقرمشة اللي هيبقى فيها. مش هتصدقي نفسك ان ده بدقيق وملح بس. جربي الطريقة دي، واستحالة الورد بتاع البصل، الورد بتاع الكشري، انه يطرى معاكي ابدا. هيبقى ذهبي ومقرمش وجميل. هوريهولك. هتقلبيه كويس جدا. لما تحسي ان هو اتشرب، هتقومي جايه نازله عليه تاني بشويه دقيق كمان، وفتحيه كده من بعضه علشان كل شريحه كده تتغلف بالدقيق كويس عشان تبقى محمره معاكي. بصي، فتحيه كده من بعضه عشان تضمني ان كل حته اتغلفت كويس جدا بالدقيق، فبالتالي استحاله ولا واحده تطرى معاكي، كله ياخد سوا واحد وقرمشه واحده. افضلي قلبي فيه كويس، كل ما تحسي ان هو عايز دقيق اديله معلقه. اول ما تحسي ان هو اتغلف بالدقيق كويس جدا، خلاص هتنخليه وهتصفيه. يعني هتصفيه من الدقيق خالص عشان ما يعملش معايا هنا، ما يبقاش معايا كتير في الزيت، عشان لما اجي اخد الزيت ما بقاش هدرته ويبقى الزيت باظ مني كله دقيق. تمام. تمام. سخنت عندي الزيت كويس جدا، ونزلت عندي بكميه البصل. لو هتعملي كميه بصل كبيره، بلاش تحطيها كلها في طاسه واحده، علشان هتوصليه انه يبقى في عندك فيه لون واحد. مش كله لون واحد، هيبقى جزء لون وجزء لون، وفي هيبقى طري وفي هيبقى اتقرمش معاكي وفي يتحرق. فاقسمي الكميه على مرتين عشان تديله فرصته ان هو يتحمر معاكي كويس. تمام. خلاص، سيبنا الزيت على النار، البصل على النار. هنعمله بقى مع بعض الدقه دي بقى. دقه بقى، جربي بقى الدقه بتاعتي ومش هتندمي. هتحطي مع بعض هنا 1.5 كوباية ميه بارده، كله على البارد هنا هنعمله. وهنحط ربع كوبايه خل، وحطينا من 4 ل5 فصوص توم كبار مفرومين. ونزلت عندي بملح، ونزلت عندي بمعلقه صغيره كمون، ونص ليمونه. نقول تاني، حطينا مع بعض 1.5 كوباية ميه بارده من الحنفيه، وحطينا ربع كوبايه خل، وحطينا نص ليمونه، وحطينا معلقه ملح، وحطينا معلقه صغيره كمون. هنقلب كله على البارد كويس جدا لحد ما المكونات معايا والملح يدوب وكله يدوب. هنا بس التوم كان عندي لسه متلج عشان كان في الفريزر، كده كده هيفك على النار. تمام. وهحطها على النار. اول ما تاخد غلوه وهي بتقلب كده، هطفي عليها وهفضيها كده، بقت جاهزه معايا. هنا ده عندي الكشري، عفوا، عندي الحمص وعندي العدس. انا سلقته عادي جدا بملح وكمون في ميه، ولما طبعا نقعاه من قبلها بيوم بالليل عشان يستوي معايا بسرعه، ما خدش معايا حاجه. اما العدس هنا، انا المره دي سلقته كده، انما انا في العادي بعمله على الرز. تمام. بس انا كان عندي شويه رز بالشعريه موجودين بايتين، فانا استحرمت ان انا ارميهم الصراحه، فقلت هسلق العدس لوحده وهستخدم الرز بالشعريه عشان ايه مرموش. تمام. عندي هنا البصل احمر، صفيته وطلعته. وعندي هنا الدقه خلاص، اول ما غلت طفيت عليها. بصوا البصل عامل ازاي، بصوا الورد. هنقول عليه ورد، حرام نظلمه ونقول بصل، نقول زي المحلات. احنا عاملين كشري زي المحلات واحلى كمان. عندي هنا البصل طلع ولا مناديل ولا اي حاجه خالص. بصوا انا مش اظن بيتكلم عن نفسه. ونرجع للكنز الجميل بتاعنا اللي هو الزيت، اللي هو بقى تركة الوصفه من اولها لاخرها.
عندي هنا الزيت هصفيه وهنزل بيه علشان هنسبك هنا الطماطم. هاخد جزء منه اصفيه طبعا علشان الرواسب اللي عندي دي طبعا كلها دقيق اللي نزل من البصل. وهنزل عندي هنا بحوالي 4 فصوص توم مفرومين وهحمرهم. وهنزل عندي بحوالي ربع معلقة صغيرة من بهارات الكشري. بهارات الكشري دي بنجيبها من عند العطار، بتقولي له انا عايزة بهارات كشري، بتبقى في علبة كده برطمان اخضر كده، بتقولي لي عليه، بتجيبي ب3 جنيه ب2 جنيه ب4 جنيه بيقعد معاكي. بس نصيحة مني احفظيه في التلاجة عشان ما يكلكعش معاكي. تمام. وبعد كده نزلت بنص كوباية خل، تلت كوباية خل عفوا، طفيت بيها التوم. بعد ما التوم اتحمر معايا نزلت بيه بتلت كوباية خل. وبعد كده نزلت عندي بحوالي نص كيلو طماطم مضروبة ومتصفية ونزلت بيها عليها. تعال نعمل بقى الشطة. الزيت هناخد برضو شوية زيت من بتوع الكشري، من بتوع البصل عفوا، وهنزل عليها بالشطة. اول ما الشطة تنزل وتحسي انك عطستي كده عطستين 3 او كحيتي، عشان احنا حاطين شطة حراقة جدا بقى، اروح جايه بعد ما الريحة تطلع انزل عليها بكوباية مية. واول ما تبتدي تبقبق من الجناب كده او تغلي، خلاص كده عندي الشطه الزيت بقت جاهزه، محطتش حاجه خالص تاني زياده. هو الزيت لما قدح نزلت عليه بمعلقه شطه كبيره او معلقتين. وبعد كده اما الريحه طلعت قمت جايه نازله بكوبايه ميه، واول ما غليت طفيت. هنا عندي المكرونه، الميه، وحطيت فيها زيت برده من بتاع البصل وملح. وادي المكرونه بقت جاهزه معايا، غسلتها كويس، شطفتها شطفه كويسه، نزلت النشا اللي فيها. انا بحب اغسل المكرونه الصراحه، طبعا هي اذواق وبراحتك، بس انا بحب اغسل المكرونه. وبعد كده نزلت عندي برضو دي تكه كمان، نزلت عندي بالزيت بتاع البصل. والله العظيم لو اكلتي المكرونه بالمنظر ده كده بالزيت مع المكرونه كده وشويه زيت دول بس، طعمها لوحدها تحفه تحفه. اللي بيها بقى كده فكيها من بعضها. بصوا اللمعه، بصوا اللمعه بتاعتها تحفه. بصوا الزيت اصيل ازاي وكمل معانا للاخر. مننا ما هدرناهوش ورميناه، وفي نفس الوقت عملنا بيه بقيه الاكله عشان طعمها يبقى تحفه، عشان نتحدى بيها المحلات طبعا. ماشي. هبتدي هنا الطماطم عندي اتسبكت، هنزل بالبهارات بتاعتها، هنزل بملح، وهنزل عندي بمعلقه صغيره كمون، ازود الكمون شويه هنا عشان بيديها ريحه حلوه. وهنزل عندي بحوالي نص معلقه كزبره ناشفه. وهحط بقى نص معلقه صغيره تاني من بهارات الكشري. انا التانية حطيتها مع التوم علشان خاطر تطلع ريحه، ودي بقى انزل بيها هنا. جربي بهارات الكشري دي، بتخلي طعمه تحفه تحفه تحفه. هتلاقيها عند اي عطار، قولي له انا عايزه بهارات كشري. بس زي ما بقولك نصيحه مني، حطيها في التلاجة علشان خاطر ما تكلكعش معاكي، علشان هي بتبوظ بسرعه اما بتوصل لها رطوبه. تمام. وابو 3 جنيه ده بيقعد معاكي كتير جدا يعني. خلاص هنا اتسبكت معايا ونزلت عليها بكوبايه ميه. استنيتها بس تاخد غلوه كده كمان وتتقل. شفت لون الصلصه لوحده عامل ازاي، يفتح النفس. يلا بقى نعمل طبقنا الجميل اللي هنتحدى بيه محلات الكشري كلها، اكبر محل كشري نتحداه. تمام. حطينا المكرونه الاول، وهحط الرز. هو ده الرز اللي انا قلت لكم كان موجود عندي، وانا الصراحه استحرمت ارميه. اما انا لما باجي اعمل الرز مع العدس هقول لكم بعمله ازاي. انا بحمر الشعريه عادي، والعدس بكون نقعاه من قبلها بيوم. تمام. وبعد ما الشعريه بتتحمر بنزل عليها بالرز الكميه اللي انا عايزاها. وبعد كده بنزل بالعدس وانا نقعاه بس مش سلقاه، نقعاه بس، بنزل عليها. وبعد كده احط معلقه ملح، وبعد كده احط الميه بتاعتها. مجرد ما يغلي وتشرب اطفي عليه واوطي. ده انا بعمله كده في العادي على الكشري. اما المره دي زي ما قلت لكم، لما لقيت عندي رز اضطريت ان انا اسلق اسلق العدس لوحده عشان خاطر مرميش الرز. تمام. بصوا الجمال، بصوا الورد، بصوا الورد وجماله يفتح النفس. بصوا الجمال. كتري بقى، كتري ورد بقى على قد ما تقدري كتري. احنا اللي عاملين بقى في البيت بقى الحاجه نضيفه وبايدينا وكل حاجه. يلا بقى اديله الدقه، اديله الدقه جميله، والشطه كمان. بصوا لون الشطه لوحده في قلبي.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. وبألف هنا.